السلام عليكم. السلام عليكم. ايه السلام عليكم. كوميديان على الله ان شاء الله، ربنا ما ادالوش انه يبقى نجم شباك، بس اداله انه يرسم الضحك على وشك بدون اي مجهود. مهمته كلها في الحياه انه يسعدك، كل مهمته في الحياه انه يخش يرمي الافيه ويحط على البطل وشكرا سلام عليكم وعليكم السلام ويتكل على الله. هي دي شغلته. وانا بشوف ان الممثل او الكوميديان اللي من النوع ده بيبقى موهبه فذه في الكوميديا، لدرجه اني بشك انه بيرمي الافيه ومش عارف ان ده بيضحك الناس، بيضحكك من غير ما ياخد باله يعني، لانه موهوب بالفطره ودي طبيعته في الحقيقه. هو مش بيمثل، اندريتد جدا ومش واخد حقه اعلاميا ولا فنيا، وان شاء الله العبد لله الحلقه دي هيديله حقه. مش قصدي يعني هنديله حقه بالكامل لان حقه كبير قوي يا جماعه، احنا بس هنفكر الناس بيه ونفكر الناس باعماله، لانه بجد ما خدش حقه بربع جنيه ويستحق اكتر من كده بكتير. والفنان ده هو كوميديان الغلابه محمد شرف. فسلام عليكم، اهلا بكم في برنامج الفيلم. انزل بالتتر يا ابني. استعنا عشاء بالله. مبدئيا كده محمد شرف من انضف وانقى الشخصيات اللي مرت على الوسط الفني، ودايما عندي ايمان وغاده. معلش انا اسف. الحلقه دي عن محمد شرف ففكوا الدنيا معايا كده. كان دايما عندي ايمان ان محمد شرف كان يستحق اكتر من كده بكتير، انه مش بس كوميديان لكن كمان ممثل موهوب. محمد شرف كان مدرسة في الكوميديا، ومش مدرسة بمعنى مدرسة اللي هو زي الأم مدرسة، لا هو عمل واخترع وابتكر نوع جديد في الكوميديا. زي كل واحد في الجيل ده ماليه مدرسته في الكوميديا، مدرسة سعد غير مدرسة حلمي غير مدرسة هنيدي، وكل واحد فيهم لطريقته. بس محمد شرف الناس عشقت كوميديته لانها بجد اقرب كوميديا للناس. الراجل ده لو قال اي حاجه انت هتضحك تلقائي الى ابعد حد. وغير كده ان حتى لو محمد شرف بيطلع في ادوار صغيره فده ما يمنعش انه ليه حضور طاغي. يعني مثلا في المشهد ده انت مش عارف تركز مع حد او تشوف حد غيره، بيخطفك كده. فانا شايف انه ما يفرقش حاجه عن حلمي او هنيدي او سعد وكل ابناء جيله. فعشان كده شايف انه اكتر ممثل اتظلم بجد. الراجل ده حتى مظلوم في الصور، قعدت ادور له على صور اليوم كله عشان اعمل الصوره المصغره بتاعت الحلقه، مفيش. جبت اللي في الصوره المصغره دول بطلوع الضرس. مين ده؟ بدايات محمد شرف كانت على المسرح، ولما اقول لك ممثل مسرح يعني تخاف. زيد انت سيدني يا عم سيبني في حالي انا فايق لك. ان طالما محمد شرف ممثل مسرح يبقى حوض كوميديا. اول مسلسل عرف الناس على محمد شرف، وعلى فكره كان دور كبير وفي مسلسل ايقوني، كان دور سامبو في مسلسل ارابيسك اللي نزل سنه 94. وكان ماشي زي الفل مع محمد سعد والسقا. سعد اللي كان بيشارك برضه في من الذي لا يحب فاطمه، والسقا في النوى، ونفس حجم الادوار في نفس الفتره اللي عمل فيها شرف دور سامبو في ارابيسك. طب ايه اللي حصل؟ اشمعنى دول بقوا نجوم صف اول؟ محمد شرف لا، عقليات وفن اختيار ادواره في الاول وفي الاخر ارزاق يا صاحبي. يعني هو بص السنه اللي بعديها راح يعمل مشهد واحد بس في فيلم البحر بيضحك ليه بعد دور مهم في ارابيسك من 95 لسنه 2000. ومحمد شرف بيتمرمط في البلاتوهات، كلها مشاهد صغيره لحد ما لقى نصيبه في الالفينات. في سنه 2000 بقى محمد شرف عمل اوديشن لفيلم الناظر. هتقول لي فيلم الناظر ايه بيعمل دور ايه؟ يعني اقول لك كان بيعمل اوديشن لدور الليمبي. هتقول لي الليمبي اللي عمل محمد سعد؟ اقول لك اه. تقول لي ما هو عمل محمد سعد يعني؟ اقول لك لا، محمد شرف هو المرشح الاول لدور الليمبي، بس هو ما حصلش نصيب بقى وشافوا محمد سعد وقبلوه. بس دايما كنت شايف ان بديل محمد سعد في الدور ده هو محمد شرف. تخيلوا معايا كده لو محمد شرف كان عمل دور الليمبي ده كان هيعمله حلو والله العظيم، وكان هيبقى نقله ليه ويودي في حته تانية خالص، يدخله صف النجوميه صف اول واسع يعني. اتعمل له اوديشن. انا افتكر ان احنا جبنا محمد لطفي ومحمد شرف ومجموعه كبيره قوي من الممثلين يعملوا اوديشن لفيلم لشخصيه الليمبي. وبرده كان مرشح لدور لطفي لبيب في فيلم عسل اسود. ما كانش دوري، امال كان دور مين؟ ده كان دور محمد شرف. الله يرحمه. وكان عامل عمليه في المخ وابتدى يفقد الذاكره ويتوه، فقالوا لازم يتغير. فجابوني قالوا لي، قلت لهم مين اللي بيعمل الدور؟ قالوا لي محمد شرف. قلت لهم طب هو ايه؟ قالوا لي تعبان وصحيان. قلت لهم ياخد اجره كاملا، ده شرط دخولي الفيلم. وحصل، خد اجره كاملا وانا كملت ابتديت الفيلم. وبدايه الالفينات بيشارك سنه 2000 فيلم كل الشباب، فيلم ثقافي بشخصيه حماده العر. اسم كريم ايه بقى؟ حماده العر.
يا عم مش بيسألك على منظرك، بيسألك على اسمك ايه؟ حماد العرف. الله، ومالك مبسوط قوي ليه كده؟ لا يا جدعان انتوا جايين تنمروني على الصبح ولا ايه؟ اسامي بسيطه قريبه من الناس البسيطه زي عطوه، شطنوفي، البرنس، بكتيريا، دي ركبه، بسيوني، مراد الحيوان، شفيق، المعلم مشمش، عماد لبيب، عنكب، عجل، ما علينا. محمد شرف في فيلم ثقافي ساب بصمه، وده اول دور عرف يقدم فيه حاجه ويشم نفسه فيه من بعد دور سامبو وهنيدي خده معاه في بلية ودماغه العاليه. وبالمناسبه ده اول فيلم اسم محمد شرف فيه اتكتب على البوستر. اول فيلم قدم فيه محمد شرف افيه وعلم مع ناس هو فيلم عسكر في المعسكر بشخصيه البرنس. علي الطلاق ابدا. بس انت حلفت بالطلاق خلاص. قالوا لي انت ماشيه مع الولد ممدوح. وربنا معنا دي اختي معنا. يا برنس انا قاعد، انا دم ولحم زيك. مش قادر اصدقك. والنعمه معنا. ما حلف وربنا معنا. صدق يا بنتي، صدق انا عارف ممدوح ده بتاع كلام. اديني بوس عشان تعبانه قوي انا. عيب دي مرتك هتغتصبها، لم روحك. وطلع في حرامية في تايلاند في كام مشهد كده مع طلعت زكريا. محمد شرف كان بيخش يرمي الافيين ويكسروا الدنيا بيعلقوا معاك، ودي حاجه صعبه جدا ان مع كل زور للراجل ده لازم يقول افيه يعلم معاك، وده الافيه اللي بتطلع بيه من الفيلم اساسا. فيك يا عم. وبالمناسبه دي بقى ظبط لنا كاسين عشان اقول لك ندخل ازاي. ايه؟ انت عايز تشرب قدامي؟ هو انت خالي مشرب عادي قدامي. قوم هم راح فين؟ قوم نضرب 2 نسكافيه. تصدق عندك حق. سنة 2005 بدأ محمد شرف يخطف يلقط أول فيلم هو زكي شان بشخصية بيوم الحرامي اللي طلع في مشهد واحد في الفيلم، وبالنسبة لي ده أحلى مشهد في الفيلم كله. ودي مهمة محمد شرف إنه يطلع في مشهد يخطف الأنظار. ممكن يحط على حلمي في شوت عادي جدا، كوميديان رهيب. بص كده المشهد ده. الحمد لله والشكر لله انا تبت عن سرقه البيوت والنط للفلل، وطوبه مش عاديه، دي طوبه نصوحه. شال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار بتطمن قوي. ايوه. اي قلم حي. ايه مالك؟ انا معاك. بقول لك اي قلم دي كده هتروشنا يا عم انت سالم. جاي مضروب بخلقه. طب بص ده. تتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اسود، معقوله؟ لا ولا يهم، بس تجيب الساعة قبل ما تمشي. عيب يا جدع انت، ده انا ازودها لك. لا يا عم هي مقدمة لوحدها. طب بص ده. اضرب كمان، عايز اتوب. بكل سلاسة وبساطة واضحك من قلبك بجد. وعمل صح والله دور ومجهود كويس في راية وسكينة بشخصية ابو العيلة، وكان دور حلو قوي. لكل فنان بيبقى فيه سنة كده بتبقى اهم سنة في مسيرته الفنية لانه بيقدم فيها علامات كتيرة. محمد شرف 2006 بقى كسر الدنيا وعمل كل الاعمال اللي انت بتستخدم لها ميمز لحد دلوقتي وبتشيرها وبتزهقنا بيها في التايم لاين. اول دور في 2006 وهو دور بكتيريا، فيلم قصة الحي الشعبي. بصوا انا مش هتكلم، انا هسيبكم مع افاته في الفيلم ده. كل شويه اقول لك تلوث البيره تلوث البيره، ما زال الفل. بكتيريا انت يا ابني بكتيريا. ايه يا عم في ايه؟ كل دي بودره بالصح فطيره. يلا كل واحد فيكم يتنيل يروح يشوف حته ياخد فيها شاور. وكل واحد لوحده ليه؟ هو احنا مش هنتغدى مع بعض؟ دور على واحده والصوره اللي في ايدك عندها 6 سنين، وهي دلوقتي زمانها بقى عندها كبيره دلوقتي. ما تطويش يا فيديو. ما تقولش ايه هو اللي متصل. الو. هيصه انت فين يا ولد؟ قول له. ايه اللي وداك غريبه؟ احنا في عجيبه. قول له انت فين؟ هو في غريبه. احنا في عجيبه هنا. تايه ولا ايه؟ بص عارف المدرسه؟ خش من ورا المدرسه. في شارع كبير ورا المدرسه. باين عليه تايه. باين عليه تايه. ورا المدرسه في مدق حديد صغير كده. خش فيه. هو تايه ولا ايه؟ ايه اللي وداك هناك؟ تايه. هو انت ما انت كده بتبقى. ايوه تايه. وانا اقول الاهلي بيكسب على طول ليه؟ وانا هيصه اكعست الفرقه. وانا تكتك وسط الفرقه. لا انا اسمي بكتيريا فيروس ايه؟ يا عم اكو يا امياض. عندك حق يا بكتيريا، انت تفهم في المشاعر قوي. ربنا يقوي بخاطرك. بكتيريا سلم على عريس ليالي. نزل رجلك على وظرف طارق بشخصية بسيوني مراد الحيوان. السلام عليكم. ثلاجة فيها ميه، قال انا جعان قوي. انت ايه؟
انسان. انت مين؟ كان تعيش وتعاش. انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. ده جون فين؟ يعني في مصر؟ بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. وسامح كب بشخصيه شفيق والمعلم مشمش في جعلتني مجرمه. صباح الفل. المعلم مشمش والله ده كويس، ده اوانه. رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. كبسه يا معلم، كبسه يا معلم. ايه؟ كبسه؟ والرهينه بشخصيه عماد لبيب عمده. اخيرا محمد شرف خد دور كبير يقدر يثبت فيه نفسه اكتر واكتر، والحقيقه ده عيب مخرجين. اديكوا شفتوه نتيجه لما بياخد دور كبير بيبقى عامل ازاي، بيبقى دور ايقوني. مصطفى يا عمده، عمده مصطفى، يا عمده يا عمده، عمده مصطفى، عمده مصطفى حبيبي، يا عمده يا عمده، عمده السحالي دي نظامها ايه؟ سحالي ايه؟ ده انت لسه هتشوف ديناصورات. مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ يا عم العمده بتاع. يا عمده. عارف البت مينا دي بتموت فيك. قالت لك حاجه؟ يا عم بيبان والله. وبعدين اخوك نسوان قديم. يا عمده قديم. دور عنكب برضه في عصابه الدكتور عمر كان جامد. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ الو 300 الو يا جدع. هو مفيش دم. وعجل مسجل الخطر مع احمد عيد في خليك في حالك. الدويتو ده مصيبه، تخيل 2 زي دول في شوط واحد. لا ما عجل. خلي العيال. الحمد لله على السلامه يا عجل. عم العيال. سنة 2008 يعمل 3 أعمال رائعين. أول عمل وهو دور بدوي في حسن ومرقص، ممكن ما تكونش خدت بالك منه لأنه طلع في مشهدين بس المشهدين دول واقعيين جدا. محمد شرف في الدور ده شبه عم بدوي اللي شغال في الفرن اللي تحتينا، عشان كده بقول واقعي. عم مرقص ده مش عارف اذا كان مسيحي ولا مسلم. انت يا واد اسمه مرقص هيبقى ايه؟ نيجيري. المصيبه الثانيه الشيخ حسن ماله راخر طلع يهودي. وعمل مع ياسمين عبد العزيز دور حجمه كويس الحمد لله في الدادا دودي بشخصيه مجدي الحرامي. كنت بخاف منه قوي في الفيلم ده وانا صغير عشان كان هيقتل كراش الطفوله لوجي. في نفس السنه يعمل مع حلمي افضل دور ليه بالنسبه للناس كلها وبالنسبه لنا كمان في دور نسيم المرادي. اختيار حقيقي في الاداء التمثيلي ونجح فيه وبجداره وامتعنا الحقيقه في الفيلم ده رحمه الله عليه. ممكن اقعد معاكم؟ تعرفوا يا لا ما اعرفوش ولا انت ولا هم بيشوفوا. للاسف ما حدش يعرفك. اتفضل اقعد. اول مره يكسب دي عايده على مين؟ عليك. كسبت. اللهم لك الحمد والشكر. لا انتم مخبيين عليا حاجه. يا عم انت كسبت. كسبت يا بركه دعائك يا ماما. ماما ارجوك شوف لي حاجه تعدي قبل ما اروح. طلبك عندي خلاص. طلبك عندي. شوف يا سيدي انا بقالي 25 سنه قاعد على القهوه دي. 25 سنه قاعد على القهوه؟ انت هتعيط من اول سنه. مش قصدي، بس ايه اللي قعدك على القهوه 25 سنه؟ بحبها يا اخي، اصيله وبتحتوي البني ادم. قطر الشغل، قطر العمر، قطر الجواز. تركب قطر الشغل يا دوب تعمل لك قرشين تلاقي قطر الجواز فاتك، وهوب قطر العمر يتقلب بيك يا قليل. دهني نفسي العب دومنا من غير ما حد يمليني. انا كنت عيان. كان عندك ايه؟ مفيش، كان عندي كده سكيزوفرينيا. تلاقيك ما بتلبسش كلسون تحت الحاجات. سكيزوفرينيا مش برد. سكيزوفرينيا يعني تهيؤات، هلاوس. صراصير يعني. نسيت اسمك؟ نسيت ايه؟ نسيم. اسمك نسيم. ايوه انا بحسب نسيت ان اسمك نسيم. طيب اشوفك بقى يا نسيم ان شاء الله في شم النسيم. شم النسيت بقى. واخر دور قدمه الناس فاكراهوله وهو دوره في فيلم اكس لارج بدور صبري البواب. احلى حاجه في حلمي انه بيسحبوا معاه في كل فيلم. صبري ايوه ايه ده؟ اوعى يكون اللي في بالك. ايوه اللي في بالك. كل سنه طيب. رمضان بكره. ايوه
امسك ايوه بسرعه طياره على السوبر ماركت. ايوه روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول وهات لي 40 بيضه. 40 بيضه ايوه انا هصحى لوحدي بكره. انا حاسس ان انا ناسي حاجه. بسطرمه شفت نسيت بسطرمه. لا هتطلع معايا ناسي حاجات كتير. محمد شرف من نوعية الفنانين اللي مش واخدين حقهم خالص، زي عمنا يوسف عيد وسعيد طرابيك وسليمان عيد. 27 يوليو 2018 يموت كوميديان الغلاب محمد شرف بعد نوبة قلبية حادة، ودي كانت آخر صورة ليه وهو بيبتسم. ربنا يسعده في الجنة يا رب زي ما أسعدنا ورسم البهجة على وشوشنا. بص دي حتى وهو بيعيط بيهزر. طب ليه بتعيط طيب؟ فرحان. الحلقة دي معمولة بحب، كانت خفيفة على قلبي جدا زي صاحبها. أتمنى تكون خفيفة على قلوبكم انتوا كمان. وبس كده، انزل بقى اعمل لايك واشتراك والحاجات الجميلة دي. كان معكم يوسف وائل من برنامج الفيلم. انزل بتتر النهاية.